سأل رجل مهموم حكيما فقال: أيها الحكيم، لقد أتيتك وما لي حيلة فيما أنا فيه من الهم. فقال: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. فقال الرجل: اسأل. فقال الحكيم: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: أمر لن تأتي به ولن يذهب معك. الأجدر أن لا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبورا على أمر الدنيا، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، يكن لك ما أردت. ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم لأنها بين يدي الحي القيوم. يقول أحد المتأملين: يعيش المؤمن بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة لو أيقن. ففي اليسر يكون الشكر، وسيجزي الله الشاكرين، وفي العسر يكون الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحكمة: إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تفسر كل شيء، ولا تدقق بكل شيء، ولا تحلل كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحما. سلام عليكم.